بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. هذا كتاب الوافي للفيض الكاشاني. طبعا في هذا الكتاب كلام خطير للغاية. سنتكلم عن اعتراف شديد في هذا الكتاب، بما أننا في شهر محرم، وتكلمنا عن استحباب صوم عاشوراء وهو انتهى طبعا، لكن سنمر عليه ونرى هذه الفضيحة الموجودة في هذا الكتاب. التحقيق مكتبة الإمام أمير المؤمنين أصفهان، إشراف الحاج سيد كمال الدين إلى آخره. هنا هذه حاشية يقول: ثم أن أهل السنة متفقون على أن المهر لا ينصف من الموت، فإن كان إحدى الروايتين صادرة عن التقية كانت هي ما تدل على عدم التنصيف، أعني ما هو المشهور بيننا، ولا سبيل إلى حمل القول المشهور بيننا على التقية. وأولى المحامل ما ذكره الشيخ وأومى إليه في خبر منصور بن حازم أن الرواة وهموا واشتبه عليهم المطلقة بالمتوفى عنها زوجها. وهنا موضع الشاهد: وقد يتفق لبعض الرواة الغالين في عداوة المخالفين والمبالغين في خلاف المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام أن يجاوزوا الحد، احفظوها، ويلزم أمورا من غير عمد ليخالفوا أهل الخلاف، يعني أهل السنة، تدعوهم إلى ذلك شدة علاقتهم بالتشيع، كما نرى جماعة في الأعصار المتأخرة ينكرون استحباب صوم عاشوراء مع الاتفاق على استحبابه ليخالف المخالفين ويلتزم بتحريف القرآن ليطعن به على أعداء أهل البيت عليهم السلام، مع أن مطاعنهم في الكثرة بحيث لا يحتاج معها إلى إثبات التحريف وهدم أساس الدين. عرفتم؟ فإذا الشيعة الغالين في عداوة المخالفين والمبالغين في خلاف المنحرفين كما يقول عن أهل البيت عندهم تجاوز للحد، بل إنهم يذهبون إلى التحريف لأن أهل السنة لا يعتقدون التحريف، وينكرون استحباب صوم عاشوراء الموجود في كتبهم وبرواياتهم الصحيحة. ينكرون هذا الاستحباب. لماذا؟ لأن أهل السنة يؤمنون باستحباب صوم عاشوراء. فهذا الكلام الخطير يدل على أن الشيعة أهل هوى وتعصب، ولا يهمهم أي شيء يسمى الاتباع والهدى، ونسأل الله السلامة، حيث أنهم اعتقدوا التحريف ليخالف أهل السنة، وأنكروا استحباب صوم عاشوراء ليخالف أهل السنة، مع أن الله عز وجل حفظ القرآن، وأن صيام عاشوراء عند الشيعة وارد.